هذا هو الاستغلال السياسي. عطاو ميكرو لهنو ماروش وقالت لهم اقسم بالله الا 3 ايام وانا كنبكي فاش قالوا لي باللي اخنوش غيمشي بحالو، وقالت لهم اخنوش ما محتاجش الفلوس ديال الدوله، وقالت لهم باللي بزاف ديال الحوايج تبدلوا وتغيروا في الولايه ديال اخنوش. هذا هو الاستغلال السياسي، هذه هي حجه الضعفاء. خداو هاد التصريحات ديال هاد السيده اللي للاسف وبصراحه شديده هي اميه، هي ما عرفاش، هي غير ضليعه في الخبايا السياسيه، ولكن ردوها بوق. انا ما كنلومهاش لان السيده حره وكانت عندها واحد الغيره وخرجات وكتهضر وكتعبر على المعاناه ديالها والمعاناه ديال الجنوب الشرقي عامه، وهذا الشيء نعترف لها به. ولكن الضعفاء عوض انهم يجيبوا واحد الخبير ويجلس ويقيم التجربه ويهضر وناخذوا التصريحات، علاش زعما خديتوا كاع التصريحات وكاع الكلام اللي كيتقال واللي كيوصف الفشل ديال السياسه ديال خنوش وخديتوا التصريحه ديالها النماروش وكتبارطاجيوها بزاف ديال المنابر بارطاجيوها على اساس انها شهاده حق من مناضله عصاميه ومن امراه حديديه. للاسف الشديد تم استغلالها، للاسف الشديد ردوها بوق، ردوها ميكرو، ردوها شهاده كياخذوها واحد السيده. او زعما ما كاينينش الكفاءات في جهه الدرعه فيلات، ما كاينينش الكفاءات في اسامر، زعما ما كاينش شحال من واحد في الجنوب الشرقي تيتكلم وتيقيم لكم السياسات ديالكم وتيعبر على السخط ديالو من شحال من حوايج ما مقداش في قمم الجبال. وشفنا بزاف ديال الامثله وبارتينجا شحال من حاجه وشحال من الناس كيهضروا وشحال من واحد كيخرج وشحال من مسيرات وشحال من تظاهرات وشحال من بزاف ديال الناس ما راضيينش على بزاف ديال الحوايج غير الغلاء. اكثر واحد تم كيه بغلاء الاسعار هما الناس ديال الجنوب الشرقي، هو المناطق الجبليه. وشفنا هذا الشيء وكاينين شهادات وشهادات وشهادات، وتكلم الخبراء وعبرنا على انه تم اقصائنا مجاليا من الخدمات ومن بزاف ومن فرص الشغل ومن بزاف ديال الحوايج. ولكن للاسف الشديد من حجته ضعيفه كيمشي بحال هاد الاشكال، كيمشي بحال النماروش تيحاول انه بما انه عنده واحد الصيت واحتووها ودخلوها معاهم وعطاوها ميكرو باش انها تشكر اخنوش وباش انها تبكي وباش انه تقول لهم بانه قدم لينا ودار لينا. يلا عباد الله قولوا لنا شنو دار لنا هذا اخنوش، قولوا لنا المناطق الجبليه الجنوب الشرقي ماذا قدم له اخنوش. قولوا لنا دابا ياك رئيس الجهه عندنا من الاحرار رئيس الحكومه من الاحرار، بزاف ديال الوزراء من الاحرار، فين عمرنا مثلا شفنا شي وزير جا الإيميتشي؟ فين عمرنا مثلا شفنا شي وزير مشى عنده النماروش؟ فين عمرنا مثلا شفنا شي مندوب وزاري جا باش انه يتصنت لينا؟ فين عمرهم مثلا راه تنشوفوا في المناطق ديالنا سيطره كامله وكبيره للاحرار وهما اللي كيقودوا الحكومه، ومع ذلك ما عمرهم جاو يتصنتوا لينا ولا يقولوا لنا ولا اش خاصكم ما شنو، غير حوار، غير الوقوف على مكامن الخلل. اما باش تخدموا مكامن الخلل والله الا عارفين بانكم ما غتخدموهاش، وهذا الشيء تبين. وماشي غير نتوما، لا نتوما لا اللي قبل منكم لا اللي جايين. حنا راه المؤشرات والسيناريوهات والتوقعات اللي حاطينها حنا فقدنا فيكم الامل، ولكن يحج في النفس هذا الاستغلال وهذا الاخلاق وهذا انكم تعطيو للسيده ميكرو وتبدا تهضر وتبدا تشكر. ما عرفتش قلتوا ليها تشكر ولا حتى هي صافي انغمست في داك الشيء وبدات تشكر من راسها. المهم اقول لكم بانه حتى حاجه ما دارت، وحنا راه تنعيشوا في جنوب الشرق، وحنا راه تنعيشوا في ايميلشيل، وحنا راه عارفين شنو كاين في جهه الدرعه فيلال، والشباب ديالنا راه بطالين وما كاين لا فرص شغل لا والو، ما كاين لا طرقان لا والو. راه كل نهار تقريبا تندير فيديو تنكركم وتنوريكم حاله الطرقان وتنوريكم التجهيزات. راه تنشوفوا اسلي وتسليت واحد البلايص اللي سياحيه، اللي واحد البلايص اللي نورمالمون خص يتستمر فيها وخص التهيئه ديالها وخص وباقا هي هكاك. راه حنا دابا في 2026 القرن الواحد والعشرين، عصر التثمين ديال اي حاجه عندك باش انها تدخل شي حاجه. ولكن للاسف الشديد هذه هي حجه الضعفاء. اكتفي بهذا الوصف، هو انك تمشي لواحد الانسانه اميه وتستغلها وتعطيها ميكرو باش انها تهضر باش انها تزوقك وباش انها تعطيك ديك القيمه ديال انك قدمتي ودرتي. اما حقيقه الامر ما درتوش ما يناسب القرن ما يناسب العصر. حيت كاين اللي تيقول لك اودي راه ماشي بحال دابا بحال الثمانينات. علاه بغيتي دابا يكون بحال الثمانينات؟ ايوا العجب.